لونه أحمر مايل للبرتقالي، ودانه طويلة وفي آخر ديله لون أبيض. من بعيد تقول إنه ثعلب أو ديب، لكن المفاجأة إنه مطلعش لا ثعلب ولا ديب اللي نعرفه. حالة رعب وذعر عاشها أهالي الشرقية الساعات اللي فاتت لما شافوا الحيوان ده ماشي في الشوارع. الصدمة إنه مفترس وأنهى حياة أشخاص كمان. إيه حكايته؟ إزاي ظهر فجأة كده؟ انتشرت صورة على السوشيال ميديا من كام ساعة وعملت حالة جدل كبيرة وخوف ورعب. الكل بقى يسأل إيه الحيوان ده؟ ازاي ظهر في الشرقية؟ فما بالك بقى بأهل الشرقية اللي شافوه في الواقع ماشي في الشوارع. متخيل حالة الرعب اللي عاشوها؟ كل الحكاية ان في حد كان ماشي في الشارع وتحديدا في مدينة العاشر من رمضان بالمجاورة 30 ولقى حيوان غريب من بعيد تقول ديب او ثعلب. ورغم انها حيوانات ترعب برضه، لكن لما دقق في شكله لقى لا شبه الثعلب ولا ملامحه ملامح الديب. وده اللي زود الرعب اكتر للاهالي. على الاقل شكل الثعلب او الديب معروف حتى لو مش بنشوفهم كتير بحكم انهم يعني بيظهروا في اماكن الصحراء اكتر. وطبعا مش هو الوحيد اللي شاف الحيوان ده، فصوروا ونشر الصورة على السوشيال ميديا بيحذر الناس منه وفي نفس الوقت بيستغيث ويشوف أهالي الشرقية ممكن يتصرفوا ازاي. فكان من ضمن التعليقات الناس على الصورة حد قال انه فعلا شاف الحيوان ده قدام بيته من فترة وهو موجود بالمنطقة الصناعية وبيقولوا عليه الحسيني أو أبو حسين. ولما شافوا رماه بطوبة عشان يبعدوا عن المكان لأنه شرس وخطير جدا. ولما الشخص ده وصف الحيوان اللي شافه اتضح فعلا إنه نفس المواصفات اللي موجودة في أبو حسين، وهي إنه شبه الثعلب أو الديب لكن لونه أحمر شوية مايل للون البرتقالي، ودانه طويلة وفي آخر ديله لون أبيض. المتعارف عن أبو حسين إنه بيعيش في الأماكن الصحراوية، وسبب انتشاره في الأماكن زي منطقة العاشر من رمضان إنه بيدور في فصل الشتاء على الأكل. وده واحد من أسباب ورا شهرة الثعالب الحمراء عشان هي ماكرة وذكية، وهو بياكل القوارض والطيور والحشرات والزواحف والقنافذ والعقارب والثمار السكرية. وكمان بينشط بالليل وغالبا بيدفن فريسته عشان ياكلها بعد كده. الغريب بقى إنه اللي صور الحيوان أكد إنه بلغ الجهات المسؤولة، لكن مفيش أي استجابة لحد دلوقتي. كتير خايف يخرج في الشوارع لا يكون لسه موجود ويأذيهم. الحقيقة رغم ان الحيوان ابو حسين مش ضخم، لكن هجومه صعب جدا بسبب البيئة اللي بيعيش فيها، فلو هجم على اي حد بينهي حياته. حصلت فعلا لبنت عندها 14 سنة في الأردن تحديدا في منطقة رويشد قبل كده انه هجم عليها وتم نقلها للمستشفى، إلا انها فرقت الحياة. فلو شفتوا أي حيوان بنفس المواصفات دي لازم تبعدوا عنه وتبلغوا الجهات المسؤولة فورا. يا ترى الحيوان ده فعلا مش ثعلب ولا ديب زي ما الجمهور أكد؟ ولو طلع أبو حسين فازاي الأهالي تتعامل مع ظهوره ده، خاصة إن الكل بيطالب الجهات المسؤولة حفاظا على أرواحهم.